وعليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأحبائي الأفاضل، اليوم إن شاء الله مرحبا بكم في كوكب الأفكار. جيتكم بواحد العلاج، واحد الفكرة جديدة، مضاد حيوي مخدوم في البيت. فكلكم كيتساءل على هذا المضاد الحيوي اللي هو مخدوم في البيت وهو طبيعي 100% طبيعي. لكن ملي كنمرضوا وكيمرضوا لينا وليداتنا اش تنديروا؟ تنجريو في لا فارماسي وتنمشيو نشريو مضاد حيوي. فكنعرض عليكم واحد المضاد حيوي لو وفرتوه عندكم في البيت فما عمر المرض غيدخل لكم، ما عمر وليداتكم غادي يمرضوا، المناعه ديالكم غادي تقوى والمناعه ديال وليداتكم غادي تقوى. شنو هو هذا المضاد الحيوي؟ يلا شكون فيكم يقول يلا سيدي؟ نتوما. سبحان الله العظيم، سبحان اللي خلق لنا هاد العشبه هادي. الثومه راه لقاو الاطباء بلي انه الثومه من احسن المضادات الحيويه. كيفاش غادي نديروا لهاد الثومه؟ غادي ناخذوا 2 عريشات ديال الثومه ونسيطرو ديال الزيت البلديه، ياك مزيان اسيدي. غنقسموا هاد 2 عريشات ديال الثومه لحبيبات، كل حبه نتقبوها بحال هكا الفرشاد. شفتيها؟ هي دخلت من هنا وخرجت من هنا مزيان. هاد 2 عريشات تنديروهم في هاد نص لتر ديال زيت العود وتنخليوها مرقده فيها واحد المده ديال 15 يوم. 15 يوم كافيه باش الثومه تنطلق نعم لاله نعم سيدي في هاد الزيت البلديه. ايوا كل صباح ناخذوا معلقه على الريق، وليداتنا نعطيوهم نص معلقه حيت الثومه راه مجهده. نص معلقه بركه على الريق. وسيدي كونوا على يقين هذا مضاد حيوي وتيقوي المناعه وتبارك الله فيه الخير والخمير، وغتهناو من هاد الادويه هادي. وكل ساعه شريو دواء، كل ساعه الوليد مريض سخانه طلعت له الحلاقم، الحمد لله ما بقاش تفكروا في هذا الموضوع هذا. وتبارك الله عليكم، ان شاء الله في لقاء مجددا مره اخرى ان شاء الله غادي نجيبوا شي فكره اخرى. وتبارك الله عليكم، كنحييو الجميع ومساكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله. من دار البشائر، من دار البشائر، من دار البشائر، يا صرحا يزف لنا البشائر من البشائر، من دار البشائر.